صباح الخير، كي راكم الزينات؟ ان شاء الله تكونوا كغاية، كاع تكونوا بخير، كاع تكونوا هانين يا ربي. مرحبا كاع بالاخوات اللي اشتركوا مجددا في القناه وفعلوا الجرس واشتركوا في قناتي، وشكرا للاخوات اللي توجور داعميني. بالنسبه للاخوات اللي تخسروني كاع على كي تغيبي علينا ما كيش يوميا كيما كنتي. دونك شيرات نقول لكم باللي كيما نتوما تبغوا نشجعكم ونحفزكم، حتى انا نبغيكم تشجعوني بهذيك لو جيم تاعكم، بهذاك البارطاج، بهذاك الاشتراك، باسكو كي نشوف قناتي تكبر ونشوفكم متفاعلين معاها والمشاهدات تزيد، دونك تما انا نزيد نتحمس ونحط لكم فيديوهات جديد ويولي عندي كيما نقولوا غايه باش نزيد نقدم في قناتي. مي كي نشوف التفاعل قليل وكلشي سي نورمال بلي ما يبقاش عندي هذاك الحماس. دونك كل وحده تبغيني تبغي قناتي نقولكم الشيرات الجيم باش يكون كاين شويه تفاعل في القناه، حتى انا ما نفشلش وما نوليش نحط لكم الفيديوهات. المهم الشيرات تكون هنا بروتين بديتها معكم من الصباح. وكاين واحد الحاجه بغيت نفيد بها خواتاتي صارت لي انا شخصيا. نعمه كبيره الواحد كيما نقولوا يفيقه ربي ولا يفيق بلي راه داير غلطه في حياته، ولا هذيك الحاجه ما راهيش هي هذيك ماهيش ماشيه سوا نيشان. دونك نعمه كبيره كيما قلت لكم واحد يفيق قبل فوات الاوان، قبل كيما نقولوا حنا ما تطفر، باسكو كاين اللي تلها في بزاف صوالح و باغ اكزومبل خدمتها ولا تلها في حاجات واحد اخرين تنسى حاجه بزاف مهمه. وصدقوني الا كان نسيتوها حياتكم غادي تولي في دمار، في كركبه كبيره في البيت تاعك، في بزاف صوالح. ماشي غير انا، كاين بالك بزاف الاخوات اللي يكونوا خدامات بالك ديجا صرات لهم باسكو تخرج تخدم يحسن العام، تدخل تجي روطال للدار فيها الميناج فيها الضيف فيها تقري وليداتها فيها مسؤوليات كبيره. الوغ من هادو الضغوطات كاع تاع الحياه نقولوا نصلوا مقلقين. هادوك الاذكار سا ديبون نقولوهم حنا مقلقين، اذكار الصباح اذكار المساء ولا دي فوا ننسوهم كاع ما نقولوهمش. هذاك الورد القراني بالك نقروه بالك ما نتفكروش كاع وما نقروش نهائيا. هذيك الرقيه الشرعيه اللي كنت مداومتها في داري ما وليتش مداومتها دائما. دونك هنايا الوغ الشيرات هنا حسيت بلي ما بقاتش هذيك الراحه النفسيه في داري، حسيت بزاف حاجات تبدلوا في داري، ما بقاتش كاينه هذيك الراحه وهذيك الطمانينه. جاسبر كو تكونوا فهمتوني شاني باغيه كيف مانيش عارفه كيفاش نوصلها لكم، مي ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني. انا الشيرات بديت نفيق وعرفت روحي بلي لازم نرجع والفو نرجع كيما كنت من قبل. عرفت باللي قد ما تقربنا من الله سبحانه وتعالى قد ما ارتحينا في حياتنا، قد ما كانت حياتنا منظمه، تكون كاينه الطمانينه، تكون كاينه الراحه النفسيه في بيوتنا مع الازواج مع وليداتنا. وصدقوني بالتقرب من الله والله غادي تحسي باللي اليوميات تاعك تكون فيها بزاف انجاز، ديري فيها بزاف صوالح، تخدمي صوالح الدار صوالح تاع برا، تكوني قايمه روحك من كاع النواحي من كل الجهات، تحسي روحك باللي راكي كيما نقولوا حنا امراه منجزه. تحسي باللي راه عندك دور كبير في الحياه، باسكو ديجا غير هذاك الدور تاع الزوجه تاع الام تاع رانا نديرو كيما نقولوا حنا نسا فينا شحال من حاجه، فينا الضياف فينا الغسيل فينا التربيه فينا نقرو وليداتنا فينا بزاف صوالح. دونك هنايا هذا الشيء يكون بالقدره كيما نقولوا ربي يعطينا واحد القدره من عنده اللي تعاوننا بزاف حنا الامهات. باسكو هاد المسؤوليه اللي عند الام صادي بون كان يجي الراجل اللي يديرها تغيب الزوجه تاعها غير نهار ما يقدش يطيب ما يقدش يغسل ما يقدش يربي وليداتها ما يقدش يقراهم ما يقدش يدير كاع هادو الصوالح كيما اللي ديرهم المراه ما ينجمش. وكاين بزاف اخوات تقول لك نقي داري وقايمتها وكل شيء، مي بصح ما نحسش باللي فيها هذيك الراحه النفسيه، فيها المشاكل فيها تقول لكم نكونوا غاية حتى نحسوا الزقانات في الدار على حاجه كاع تعوالوا على حاجه كاع ما كايناش. هذا الشيء الشيرات يكون كي نبعدوا على ربي. هنا كيما نقولوا حنا يكون عندنا تقصير شويه مع ربي، ماشي هذاك باسكو مانيش دايرين اثم ولا حاجه كبيره، شغل يكون كاين تقصير شويه مع ربي تحسي بالتغيير تحسي بحاجه متبدله. مي لو كان الدومي على الذكر صادق القرآن يوميا في بيتك دون انقطاع يوميا، الصلاة يوميا دون انقطاع، خاصة الزوج من يصلي بالجهر ويرفع هذاك الصوت تاعه، كي تكوني مع وليداتك الصلاة ويصلوا صلاتهم في الوقت، صدقوني راح تحسوا بواحد الراحة في الجسم تاعك في دارك مع وليداتك مع الزوج. الوغ هنا لازم كل وحدة
فينا تراجع نفسها وتراجع روحها، بس باش تحس باللي صديقة، تحس بهذاك التغيير اللي لازم تفيق منه. دونك التقصير رانا مقصرين، لازم نفيقوا قبل ما يفوت الاوان ونصلحوا هذاك الخطأ، باسكو غادي كي نصلحوه راح يكون تغيير كبير في حياتنا وراحة نفسية كبيرة. دونك الشيرات، كل وحده راهي تشوف لا فيديو تاعي نقولك الا حسيتي البيت تاعك راه فيه زكا، فيه تعب، فيه قلق مستمر، ضغوطات مكاش راحه نفسيه، عارفي انك راكم بعدتوا على ربي. ما نقولوش ماشي ما راكيش تصلي ولا ما كيش تتعبدي ربي، ولا مي كاين واحد الحاجات شغل حنا نقصروا فيهم وبلا ما نحسوا. باغ كيما نقولوا حنا كيما اذكار الصباح اذكار المساء، هادو فيهم بزاف حاجات تقرب من الله، فيهم صادق، فيهم حسنات ليك، فيهم يحموك كيما نقولوا حنا من الانس من الجن، من بزاف صوالح يحموك من بزاف حاجات نقدروا نتعرضوا لهم في النهار تاعنا. دونك كاين حاجات لو كان نديروهم تحسي بهذيك الراحه النفسيه العظيمه. محنا لا نلهو مع وليداتنا، مع التربيه، مع بزاف حاجات، وننسوا هاد الحاجات اللي قربونا من ربي سبحانه وتعالى. دونك هنا لازم كل وحده تراجع نفسها كما قلت لكم قبل فوات الاوان، باش ترجع لك هذيك الطمأنينه وهذيك الراحه النفسيه. دونك الشيرات، العمر فاني والوقت راه يجري، دونك ما نلهوش في الاشغال تاع البيت، يعني حاجه تاع الدار، وننسوا الواجب الديني اللي هو التقرب من الله. هذاك هو صح خواتاتي، ان شاء الله برك هذا الكلام اللي قلته لكم يكون نقولوا حنا يكون في يخكم ولا فاتكم ولا غادي يفيدكم ان شاء الله يا ربي. ولا شيء على الروتين تاعنا كما شفتوا بديتها معكم مصباح، الحاجه اللي لازم تكون توجور تهوية البيت، توجور نأكدكم عليها، باسكو تما تخرج الطاقة السلبية وتدخل طاقة إيجابية. هذيك النسمة تاع الصباح سبحان الله من ربي، فيها واحد الريحة، فيها واحد النعمة، فيها واحد تحسها طلعت لك شغل للمخ ديريكت. وهنا الشيرات بعد ما كملت شغلات تاع البيت كما الكوزينه كنت ديجا اللي غسلت مواعين سيقتها خمم، دونك تما سبحت لي مقيه. رحت درت الشومبره تاع بناتي، خملتها نقيتها بيان سور لي سانيتير، صيغت ثاني الحوش. دونك ما شاركتش معكم كاع لي ديتاي باش الفيديو ما يجيكمش طويل. ابخي من مورا الظهر ريحت شويه، عاودت نوض ندير هذا المسكوتشو ولا الكيك ولا كيما نقولوا حنا هنا في وهران بيسكوي خفيفه للقهوه تاع الحشيه، قهوه تاع العصر. الشيرات غير بحبه بيض وتجي خفيفه وتجي بنينه. بالنسبه للاخت اللي قالت لي عندي مول ولا كيما هذا تاع الكيك تاعي، قالت لي ويلي لصق بزاف، ما غير ندير لها الزبده ونكثر كل شيء. قالت لكم ندير لها الدهان بزاف ما يدير ما يخرجليش الكيك تاعي شباب. شوفي اختي نقول لك الدهان كل شيء راه غالي، كل شيء ديري غير قطره تاع زيت، غير قطره كيما شتي كنت درت، وبانسيها بالبانسو. اكدي على دوري كاع مع الجوانب تاع المول تاعك كاع مع الحواشي تاعها، واكدي لي على هذيك اللي راهي في الوسط، باسكو انا تاي النهار الاول لصق لي ما الكيك تاعي كي درته فيه خسر لي، جاك شغل كي قلبته ما قعدش هكا الشكل تاعه في الوسط، شغل تفتت شويه. شا وليت ندير، وليت نبانسيه بالزيت كاع مع الحواشي تاعه، وسيرتو هذيك اللي راهي في الوسط كيما راهي هذيك الدائره، وليت نبانسيها غايه بالزيت، نطلع كاع معاها، نعاود نجيب شويه فرينه وندير فيها غير واحد شويه، واحد مغرف صغيره ولا راني ديجا وريتك هنا في الفيديو. نرش هكا غاي وشغل نقعد نخبط في المول تاعك، شغل ننفضه باش تاني الفرينه هذيك كيما نقولوا ما تلصقش غير في بلاصه واحده، شغل توزع على كاع البلا وتجي غير طبقه خفيفه باش الكيك ما يلصقلكش. كي ديري الطريقه اللي درتها انا دوريها كاع، من بعد هذاك الزايد سواء غادي لو كنت دايره غير شويه غادي يلصق كاع في البلا ويجي سوا سينو هذاك الزايد لا بقى لك عاودي تخلصي منه وقلعيهم فضيح. وهكا بهذه الطريقه صدقيني ما راحش الكيك تاعك ولا البسكويت يلصق لك، راح كي تقلب بها تنقلب معاك بكل سهوله وتبقى محافظه على الشكل تاعها. دونك بلا ما تكثري زعما تجاك تقولي لي كثرت الدهان ودرت بزاف ولصقات لي، نقول لك غير شويه زيت. هذه الطريقه اللي توجور شاركتها معكم شحال من مره، صدقيني وجربيها وعاودي ولي وخلي لي التعليق تاعك. انا ثاني كيف هذه خطوه مهمه الشيرات كي ديروا الكيك تاعكم تخبطوا هكا خبطه ولا زوج باش يجي معكم مهوي ويجيكم خفيف. هنا درتها طيب. وثاني الشيرات حاجه مهمه خلوها تبرد، ماشي هي غير تقلعوها من كل شيء هي عادي حاميه تروحوا تقلبوها بسكو باينه حاميه غادي تفت لك. خليها تبرد شويه واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، ومن بعد كي نقلبيها ويلا خفتي منها تتخسر لك نقول لك جيبي خدمي يكون شويه رقيق وسي هكا دخليه دوري كاع مع الحواشي تاعها، وثاني في الوسط هكا دخلي داك الخدمي غادي شغل بالخدمي كلي توخريها على تفرقي ما بين الكيك
والمول هكا كيتقلبها تقلب معاك بكل سهوله. وهنا الشيرات ثاني جيت لفيتكم بدات الشيرات راه رخيص، راه المومو تاعه اللي بغات دير العوله تاعها، اللي بغات تدس، اللي بغات تخزن، دوك بروفيتو راه رخيص الشيرات. راه بسومه يعني مليحه، باش كما تعرفوا في العيد الكبير الناس تلها في العيد وفي اللحم تاع العيد. دونك الدجاج يرخص هو والبيض راهم رخاص. دوك بروفيتو اشروا خبوا العولات تاعكم ولا حرزوا روحكم هكا يجيكم الضيف ولا حاجه. هذا هو المومو تاعه، كل واحد راه يشوف فيه. نقول لك بروفيتي الوقت تاعه راه رخيص وراه طاح، استغلوا هذه الفرصه. وهنا تاني الشيرات كان جاب لي زوج الدجاج تاني كيف كنت نقيتها ودرتها في لي ساكونجيلاسيون، درتها في الفريجيدان وقت الحاجه نجبدها. وهنا تاني كيف رحت نقري بنتي كان عندها الاختبار في الفرنسي في المات تاني، درت لها كمراجعه، راجعت لها الفرنسي وراجعت لها المات. وان شاء الله ربي يوفق بناتي ويوفق كاع وليداتكم، خاصه الاخت امينه راه عندها الباك ومال في لا فيديوهات تاعي كاع ما تعطيهمش يالو للتلفزيون، يالو لي كومونتير، ما راهيش تحط لي كومونتير. دونك على بالي بلي راكي لهيا فرح فايده. اختي نقول لك ربي يوفقك وربي ينجحك، وان شاء الله برك تعاودي تجي تكتبي لي كومونتير بلي ديتيه بمعدل شباب ان شاء الله باذن الله. وانا شريت نبارطاجي معكم هذا الوصفه تاع لي زيسكالوب ولا الصدر تاع الدجاج. تجي فيه واحد البنه سيري ما شاو لها الشيرات، كنت حاسبه روحي راني نصوركم باسكو بزاف اخوات شافوا الفيديو اللي فات وقالوا لي شاركي معنا الوصفه، مي مالوغوز ما حاسبه روحي راني نصور، بعدا لقيت روحي بلي ما كنتش نصور. المهم الشيرات تجيبوا لي زيسكالوب تاعكم ولا الصدر تاع الدجاج، قطعوه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا هكا، وديروا لها غير شويه ملح. بالنسبه لتتبيله الشيرات انا موالف ندير البيض وندير بزاف لي زيبيس بزاف صوالح، لقيت روحي بلي غير كنت نضيع البيض باطل. هاد الخلطه الشيرات درتها غير بشكلها وغير هكا كيما نقولوا تاع فيت في، وصدقوني جات بنينه وما غاديش نستغنى عليها نهائيا. اللي هي الشيرات درت كاس حليب مع 3 مغارف تاع فرينه، شويه ملح شويه كركم شويه ملح شويه حروق وشويه توابل تاع الشاورما، ولا ديروا كويرو تاع الفرماج لا كان عندكم، خلطوه بيان غايه هذيك الفرينه تذوب، ودخلوا هذا اللحم تاعكم ديروه في هذيك التتبيله وخلوه يقعد. شحال ما خليتوه يقعد 5 دقائق 10 دقائق يجيكم فيه واحد البنه. شوفوا اندوغي راكم تاكلوا في فرماج ماشي في لحم، ما تحسوش كاع هذاك اللحم تاعكم هكا اللي يجي ناشف ولا كي تاكلوه يقعد يلصق ولا يحصل. شوفوا واحد البنه سليمه خطيره، جربوا خواتاتي وردوا لي الخبر. كما قلت لكم ديروا في ديك التتبيله وقولوا وعاودوا جيبوا الشيرات شويه فرينه. انا كنت ندير لا شابليغ، ما لقيت باللي كي ندير الفرينه احسن واحسن. رمضوه غايه في الفرينه حتى يترمض كاع يتغطى، وديروا مقليكم بيان سور فيها زيت حامي وقلوا فيه على نار متوسطه وقدموا الشيرات، يجي من اروع ما يكون. ان شاء الله برك الوصفه الاخوات اللي طلبوها يكونوا شافوها. لا عجبكم الفيديو تاع اليوم حبيباتي ما تنسونيش بالبارطاج والاشتراك في القناه. في امان الله، سلامه.